ازيكم يا شباب، انا يزيد طالب في تانية ثانوي. جايب لكم طريقة النهاردة هنعرف نلم بيها المتراكم بإذن الله. والطريقة دي ببساطة ان احنا هنقسم يومنا لثلاث فترات. الفترة الاولى هتكون للمواد السهلة المتراكمة، والفترة التانية هتكون للمواد الجديدة اللي احنا هناخدها او الدروس الجديدة، والفترة التالتة هتكون للمواد الصعبة المتراكمة. فزي ما انتم شايفين كده انا قسمت الورقة بتاعتي لثلاث فترات: مواد سهلة متراكمة، ومواد صعبة متراكمة، ودروس جديدة. بس طبعا الدروس الجديدة هنخليها الفترة اللي في النص. بس كده زي ما وريتكم في الورقة هتبدأ تقسم المواد بتاعتك على أساس الورقة ديت. وده يا صديقي السبيل الوحيد إن احنا نلم المتراكم ونمشي مع الجديد، وإن شاء الله المواد المتراكمة عليك هتخلص. بس تعالى هوريك برضو أنا قسمت الورقة بتاعتي إزاي، وقسمت المواد على الخانات اللي أنا عاملها إزاي. لو انتوا كده شايفين يا شباب، انا عندي في المواد السهله مثلا عربي المحاضره السابعه، كيمياء مراجعه الباب الثاني اللي هي المحاضره اللي نزلت ديت يوم الاحد اللي فات مستر خالد صقر، وامتحان شامل الرياضه المفروض ده نمتحن. تمام. مواد صعبه متراكمه مثلا الاستاتيكا، الاتزان، كل دروس الاتزان. عندنا مراجعه الجبر الوحده الاولى، تفاضل من نظريه 4 لاخر درس دولت ما ذاكرناهمش. كمان المحاضرة ال13 فيزياء، وحل 104 سؤال على الرياضة عموما. تمام. تعالى كده في الدروس الجديدة. الخميس المفروض عندنا المحاضرة الثامنة عربي، والجمعة المفروض هنذاكر تفاضل درس جديد، والسبت المحاضرة ال14 فيزياء، ويوم الحد اللي جاي محاضرة الكيمياء الجديدة بتاعت مستر خالد صقر. تمام. زي ما انتم شايفين كده انا معلم علامات على كل حاجة. يعني مثلا نجمة مثلا على عربي المحاضرة السابعة، ونجمة على الاتزان، ونجمة على حاجة معينة، وهكذا. كل حاجات معينة ديت بتدل على اليوم اللي انا هذاكر المادة فيها. يعني مثلا النجمة ديت المفروض هذاكر النهاردة في اليوم اللي انا بصور فيه الفيديو، ومثلا الاكس ده اللي هو بكرة مثلا من اليوم بتاع تصوير الفيديو، والشباك ديت اليوم اللي بعده، وهكذا. تمام يا شباب. فديت خطة حلوة خالص ان احنا نخلص المتراكم وفي نفس الوقت نمشي مع الجديد. وزي ما انت شفت كده يا صديقي في الورقة، انا مقسم كل حاجة والدنيا تمام وعامل علامات لكل المادة ديت في يوم كذا، وعلامة للمادة دي في يوم كذا، وهكذا. تمام. صدقني لو انت مشيت على الجدول دي والطريقة ديت هتلم المتراكم وهتمشي مع الجديد، والدنيا هتبقى تمام. في الاخر بقى يا صديقي خليني اقول لك ان اللي بدأ متأخر ممكن يوصل قبل الكل، بس لو فضل ماشي وما وقفش. خليك انت كده يا صديقي واسبق الكل. بس كده، ما تنساش تحط اللايك وتعمل سبسكرايب. سلام.